سواء هتركب سيراميك او بورسلين، عايزك تعرف انهم مواد غير طبيعيه، مواد مصنعه مش زي الرخام. السيراميك او البورسلين بيتصنعوا عن طريق مواد كيميائيه بيختلطوا مع بعض ويشكلوا عجينه، والعجينه دي داخل فيها مركبات مختلفه. وطبعا الخواص بتاعه السيراميك بتختلف عن الخواص بتاعه البورسلين نتيجه لتغير المركبات دي جوه العجينه نفسها، وكمان طريقه التصنيع بتكون مختلفه. بعد كده بيصبوا العجينه دي في قوالب مختلفه حسب المقاسات المطلوبه واللي هم عايزينها، وبعدين بتخش فران وتطلع لنا بالاشكال المختلفه اللي انت بتشوفها في المعارض وانت بتشتري. والسؤال هنا ايه الفرق الجوهري ما بين البورسلين وما بين السيراميك؟ عشان تقدر تحدد هتشتري ايه حسب احتياجك انت. السيراميك بيتكون من طبقتين، طبقه نهائيه واللي هو الوش بتاع البلاطه، وطبقه شبه الفخار بتكون ظهر البلاطه وبتكون كمان خشن. تخانه الطبقه اللي موجوده في وش البلاطه ما بتزيدش عن ملي وربع بالكتير قوي، وبتكون عجينه او خليط مختلف عن الطبقه الثانيه او العجينه الثانيه اللي في ظهر البلاطه. في البورسلين بقى العكس تماما، البورسلين هو طبقه واحده بس، عجينه واحده بس، ظهرها بيكون ناعم ووشها بيكون املس، وبيكون عليه الشكل النهائي بتاع البورسلين، وده اللي بيخلي البورسلين قوه تحمله اكتر بكتير جدا من السيراميك. ومن عيوب البورسلين المشهوره الفرقعه والطقطقه اللي بتحصل بعدين بعد عمليه التركيب، وده بسبب ظهره الناعم، وعشان كده بيكون ليه طرق معينه بنراعيها اثناء التركيب، لان كمان معامل التمدد الحراري بتاعه كبير، فلازم تراعي ده كويس جدا وانت بتركب البورسلين، وهنتكلم عنه في فيديوهات جايه ان شاء الله. انا محمود مختار وده كان فيديو النهارده. سلام.